مبدئيا كده دي سلسله الانترفيو للناس اللي بتقدم في مجال المبيعات يا جماعه وعايزين يبقوا اكسبت في مجال السيلز وداخل على انترفيو. مهم قوي تبقى عارف ان في فيديو قبل ده لازم تسمع النصايح العامه والحاجات اللي تعملها والحاجات اللي ما تعملهاش قبل ما تيجي في الفيديو ده اللي هو بتاع الاسئله. الفيديو ده هيبقى شامل ايه؟ اسئله الانترفيو وازاي تتعامل معاه، الراجل بيسال السؤال ده ليه وعايز منه ايه وانت تعمل معاه ازاي. خليني افكرك واقول لك ان ممكن اكون شخص مناسب جدا لتقديم حاجه زي دي ليك، لاني انا اسمي شريف السواح، اشتغلت 17 سنه في البيزنس سيلز مانجر في شركات جوه مصر وبره مصر، وشفت مئات الناس بيعملوا معايا انترفيو، شفت اخطائهم، شفت مشاكلهم، شفت الحاجات الكويسه اللي بيعملوها. فانا هنقل لك خبره واقعيه جدا للي انا شفته في حياتي وازاي تاخد بالك وتتفادى البوينتس دي كلها. خلينا بقى نبدا النهارده في موضوعنا اسئله الانترفيو. السؤال الاول في الانترفيو، دايما الانترفيور بيعمل ايس بريك كده ويقول لك ايه؟ كلمني عن نفسك. كلمني عن نفسك، ما تتكلمش عن نفسك بيرسونال. في ناس بقابلها يقول لك انا خاطب، انا متجوز، انا مخلف، انا مش عارف ايه، انا ساكن مش عارف. يا عم مش عايز الكلام ده كله، انا عايز تكلمني عن نفسك. اختار محطات مهمه في حياتك تكلمني عنها، اختار محطات ريليتد للبيزنس وللوظيفه. قول لي انا فلان الفلاني، اتخرجت من كليه كذا، اشتغلت قبل كده في كذا وكذا وكذا، عندي كواليفيكيشن كذا، بحب اعرف في التكنولوجي كذا، بعمل كذا بعمل كذا. اديني كده عن نفسك حاجه ريليتد للي انا عايزه، مش كلام بيرسونال. اشهر الاخطاء بقى اللي بتحصل ايه في الحته دي؟ في واحد اقول له كلمني عن نفسك، يقول لي I am شريف, I am graduated from faculty of pharmacy, I am 12 years old. يا عم ما حدش قال لك كلمني عن نفسك بالانجلش، الراجل قال لك ببساطه كلمني عن نفسك. فانت عندك الاوبشن، فلو انت مش شاطر قوي في الانجليش اتكلم يا سيدي بالعربي، خلاص بلاش بقى ايه فزلكه في حاجه انا مش متمكن منها، وبلاش اظهر الويكنس بوينت موجوده عندك. طب اذا قال لك بقى اكسبريس يور سيلف، كود يو اكسبريس يور سيلف بليز، هنا بقى بيسالك حطك في كورنر، انا عايزك تو اكسبريس يور سيلف باي انجلش. اعمل ايه بقى في الحدوته دي؟ حضر يا باشا من دلوقتي الخمس ست جمل اللي هتقولهم وتدرب عليهم كويس، ولما تتسال اكسبريس يور سيلف الراجل بيدور على شغل، اتعب معانا شويه، انا ماليش مصلحه معاك والله غير انك تبقى اكسبتد ونبارك لك، بس اتعب معايا كده خمس ست جمل تعرف تقولهم عن نفسك كويس في البيزنس، لما تتسال السؤال ده تعرف تجاوب. لان الانجليش بصراحه برضو من الحاجات اللي هي في البيزنس مهمه جدا. الناس بتزعل مني احيانا، انا بدي تريننج وفي اكتر من دوله، وبعض الناس تتضايق في بعض المجالات يقول لك بلاش الانجليش الكتير، وحتى في الفيديوهات ببص على كومنتس كتيره جدا من الشباب، ايه يا عم الانجليش ماله العربي زعلنا في حاجه؟ يا سيدي والمصحف هو علم كده، هو اتاخد كده، اسمها كاستم، اسمها بروسبكتنج، اسمها هاندلنج اوبجكشن تكنيكس، هي اسمها كده. انت راجل مش قادر تلم 500 كلمه مثلا بيزنس انجلش مهمين وكومن وبيستخدموا في البيزنس جوه المكاتب وبره ومع الكاستمرز، مش قادر تتعب نفسك يومين ثلاثه يا اخي تحفظهم وتذاكرهم. نصيحه ليك مش للانترفيو، للمستقبل كله اللي جاي، ذاكر حاجه اسمها بيزنس انجلش، هات لك ال 500 كلمه ولا ال 1000 كلمه في الانجليش وتدرب عليهم وقولهم، هيفرقوا معاك 180 درجه في حياتك في الشغل. بقى النهارده الانجليش ما هوش اوبشن عند حد، الانجليش مهم جدا في الايميلات، مهم جدا في التعامل مع كاستمر، مهم جدا لنوعيه كاستمرز هم اصلا بيحبوا يتكلموا في بعض الحاجات بالانجلش. فنصيحه ليك الانجليش ده مش اوبشن، ده لازم تبدا تذاكره. لو انت بتدور على شغل ابدا خصص ساعه كل يوم تذاكر فيها الانجليش بتاعك.